ما فائدة الآلاف المؤلفة إذا كنا لا نستطيع عبور الخندق؟ إذن علينا أن نستفزهم ليخرجوا هم إلينا. كيف يا عيينة؟ بمبارزتهم رجلا لرجل. لا، فالمسلمون يقاتلون في استماتة ولا يعبؤون بالموت في سبيل دينهم. إذن ماذا نفعل؟ نستمر في محاصرتهم حتى يتعبوا. الحصار يعني المزيد من الطعام والشراب، فمن أين؟ لا تقلقوا لهذا الأمر، فبنو قريظة على استعداد لإمدادكم بما يلزمكم. هل سنظل هكذا نترقبهم هنا وهم يترقبوننا هناك دون فعل أي شيء؟ وماذا عسانا أن نفعل؟ فتلك المعركة مختلفة. معركتنا هذه لها سلاح واحد فقط. وما هو؟ الصبر. الصبر هو أقوى الأسلحة. عمرو، هل علمت بما فعله يهود بني قريظة؟ وكيف لا أعلم؟ وقد حدث أمامي هنا. حدث أمامك؟ وماذا حدث؟ أرى أنك تعلم شيئا لا أعلمه، فلتخبرني أنت أولا بما حدث هنا. حسنا، لقد كنا جميعا داخل الحصن، وفجأة رأينا يهوديا يطوف حول الحصن عدة مرات ويحاول أن يتجسس علينا. فعلمت السيدة صفية عمة رسول الله أنه يريد التأكد من عدم وجود رجال معنا، فيخبر يهود بني قريظة فيهاجمونه. فنزلت من الحصن وضربته على رأسه. إنها لشجاعة حقا. بالطبع، فهي عمة رسول الله. والآن جاء دورك لتخبرني. لقد كنا نحتطب عند البستان، ورأينا قافلة بها جمال تحمل أشياء كثيرة، فاستوقفها بعض من رجالنا، وعلمت أن هذه القافلة ليهود بني قريظة، وتحمل طعاما وشرابا وأسلحة للمشركين. يا لليهود، خائنون ولا عهد لهم، ولن يفلحوا، فالله لهم بالمرصاد. أين كنت؟ ومن هذا الذي اصطحبته معك عند خروجك من هنا؟ إنه نعيم بن مسعود. ومن نعيم؟ إنه من غطفان، وقد أسلم ولم يعلم قومه بإسلامه. ولماذا خرجتما معا ثم عدت وحدك؟ طلب نعيم مني أن أدله على حصن بني قريظة فذهبت معه. ولماذا يريد حصن بني قريظة؟ لست أدري، لعلها خطة. أنتم تعرفونني وتعرفون ودي لكم. نعلم ذلك طبعا يا نعيم، فنحن وقبيلتك غطفان وقريش في جبهة واحدة ضد محمد. لا يا سيد بني قريظة، فقريش وغطفان ليس مثلكم. ماذا تقصد؟ إن قريشا وغطفان أموالهم وتجارتهم في بلادهم، فإن خسروا حربهم هنا عادوا لبلادهم وتركوكم تواجهون محمدا وحدكم. وماذا ترى يا نعيم؟ أرى أن تأخذوا من قريش وحلفائها رجالا من أشرافهم رهنا لديكم، حتى لا يغدروا بكم وينسحبوا عند اشتداد الحرب مع المسلمين. نعم الرأي يا نعيم، نعم الرأي. بئس ما نسمع. أمتأكد أنت يا نعيم أن بني قريظة أرسلت لمحمد لتتصالح معه؟ نعم، وليس هذا فقط، فقد انطق يا نعيم. إذا قلت لكم لا تحدثوا أحدا بأنني أخبرتكم. لك هذا يا نعيم. لقد علمت أنهم تصالحوا مع محمد على أن يسلموه رجالا من أشرافكم. ماذا؟ إذا بعثوا إليكم يطلبون منكم رجالا فلا تستجيبوا لطلبهم. لقد أصاب الجنون بني قريظة. إذن عليك الذهاب إلى بني قريظة لنتأكد من الأمر. ماذا تقول يا زعيم بني قريظة؟ ما سمعته. لن أكمل حربي معكم ضد محمد إلا بعد أن تسلموني رجالا من أشرافكم حتى نثق بكم. ولماذا نفعل ذلك؟ حتى أضمن ألا تتركونا عند اشتداد المعركة فنفاجأ بأننا نواجه محمدا وحدنا، ونحن لا طاقة لنا إطلاقا بحرب محمد. ولكننا لن نترككم، ألا تثقون بنا؟ نعم، لا نثق بكم. ونحن أيضا لا نثق بكم، ولن تأخذوا منا رجلا واحدا. أوه على رسلك.
أستظل هكذا ذهابا إيابا؟ لقد أتعبتني. وتتحدث أيضا، ألا تخجل؟ وما الخطأ الذي فعلته؟ الخطأ أنك لم تفعل شيئا، فأنت تلعب وتلهو. أنت من بنيت خطتك على نار الحقد والكراهية التي لا تحتاج منا سوى لا 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 لا، لن أفعلها ثانية، اتركني. ستظل هكذا إلى أن تتعلم كيف تتحدث مع سيدك إبليس. نستمر في حصارنا للمسلمين. حصار؟ عن أي حصار تتحدث يا أبا سفيان؟ من يحاصر من؟ أنحاصر المسلمين نحن الذين نفد طعامنا، أم المسلمون الذين خلفهم المدينة بكل خيراتها وثمارها هم من يحاصروننا؟ اهدأ يا عيينة ودعنا نفكر في الأمر. عيينة على حق، فجنودنا قد تملكهم اليأس. لن أستمر معكم، سأعود بجنودي من حيث أتيت. انتظر، نعدكم بأنه إذا دخلنا المدينة سنعطيكم ثمرها كله. إذا كنا لم نظفر بذرة تراب واحدة من المدينة، فهل سنظفر بثمارها؟ راك تهذي يا رجل. انتظر للغد فقط، وبعدها اصنع ما شئت. ما هذا الصوت؟ جوادي، انتظر! أيها الجنود، هيا فلتنقذوا أنفسكم قبل أن نهلك جميعا، فلترحلوا، هيا! ما هذا؟ لا أرى شيئا، لا أرى. الحمد لله، الحمد لله. إنها معجزة من الله وحده. أرأيت ما رأيته؟ نعم، لم يكن بيننا وبينهم سوى الخندق، ومع ذلك لم تمسنا الريح بسوء. إنه حقا كما قال رسول الله: لا إله إلا الله، أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.